انتقم منك، هقتلك وهتشوفي. ايه ده؟ دي لحمة غريبة، دي لحمة مرة واحدة. قلت اعوضك على اللي حصل المرة اللي فاتت، اصل انت شفته كتير قوي، وانا برضك مش عايزة ابقى وحشة قوي كده للدرجة دي، فاهميني؟ ربنا يستر، انا خايفة. انا مش هاكل من اللحمة دي، الاحسن انك متاكليش، احنا منعرفش فيها ايه، وانت في بطنك بيبي، كلي اي حاجة. تمام، هحاول. ربنا يستر، بالهنا والشفا للي كان يعني. عامة يا احمد يزن كانت تحفة، انا مقطعها بايدي. نعم، بتقولي ايه؟ انت مجنونة، انت مش طبيعية. انا خلاص مات، كنت هعمل ايه في جثته يعني؟ على فكرة انا محبوسة هنا زيكم، محدش فينا يقدر يخرج، احنا هنموت هنا خلاص. انت مريضة وربنا، انت طبيعية. انا هقتلك يا رهف، هقتلك. ابعد عني، هقتلك، مش هسيبك يا رهف، مش هسيبك. انت قتلتيها، انا ما قتلتش حد. هو انت ليه مش قادر تصدقني؟ والله ما قتلت حد، للاسف. انت كمان لازم تموتي زي ما انت موتيها. وعشان كده انا هقتلك. مش ده الحل، مش ده الحل، مش كلنا هنموت في بعض. صدقوني ليلى هي السبب في كل اللي بيحصل ده. الموضوع بقى مرعب قوي بجد. ليلى دي مريضة، مش طبيعية. ازاي بتقدر انها تعمل كده؟ ازاي بتقدر تنام او تريح ضميرها؟ معرفش، مش عارف بجد، انا مش عارف اعمل ايه. كل حاجة ضاعت، كل حاجة ضاعت، وانا ما بقتش عارف ان انا اعمل ايه، مش عارف هنعمل ايه. كل حاجة بتحصل بسرعة وكلنا بنموت ورا بعض. بجد انا بقيت خايفة افضل، خايفة اموت وانا هنا بجد. ما تقلقيش، احنا مع بعض. حاجز، الف سلامة عليكي، او صباح النور. انا ايه اللي جابني هنا؟ بعمل ايه انا هنا؟ انا مش فاهم. وطي صوتك، وطي صوتك. على فكرة هنا امان اكتر من اي حتة تانية، عشان تعرفي بس انا بساعدك ازاي. بس انتي لازم تبقي اقوى من كده، ما ينفعش. انا مش فاهمة انت عايزة مني ايه؟ عايزة توصلي لايه بسبب كل اللي انتي بتعمليه ده؟ في مقولة قالتها زمان بتقول ان جوه كل واحد فينا مرض، يعني محدش فينا سليم من المرض النفسي. انا عايز اطلع المرض اللي جواكم. انا مش لاقي اللي يفهمني، انتوا هتفهموني صح؟ والله انت مريضة، انت مش طبيعية، انت عايزة توصلي لايه؟ انت متخلفة. انت فاكرة انت بتعمليه ده انت كده تمام؟ العالم فيه ناس كتير، مش هتلاقي اللي يفهمك. مش هلاقي. انت مريضة، العيب فيكي انت، روحي اتعالجي. بس انا عارفة مش عايزة اتعالج عشان مش قادرة اواجه. زي كده انت كمان مش قادرة تواجهي، او خايفة مثلا. اواجه ايه؟ تواجهي مخاوف ايه؟ خايفة تقولي انك اتعرضتي للتحرش وانت صغيرة؟ انا متعرضتش لحاجة، انت بتقولي ايه؟ بصي قدامك. ايه ده؟
ده روبوت. بس شبهك قوي وانت صغيرة، صح؟ لا مش شبهي على فكرة. الروبوت كمان مش شبهي. الروبوت بيتكلم، ممكن اخليه يتكلم. استني هسمعك صوته. ازيك يا لهف؟ انت ليه مش عايزة تقولي الحقيقة؟ ليه مش عايزة تقولي ان عمو كان بيقرب مننا في الملجأ بطريقة وحشة؟ ها؟ ما تقولي. على فكرة لو ما قلتيش هنفضل زي ما احنا. انت لازم تبقي قوية، ما ينفعش كده. لا لا، مفيش حاجة من ده حصلت. لا حصلت. انتي بتضحكي على نفسك، انتي فقدتي عذريتك. لا لا لا، مفيش ده. انتي بتقولي ايه؟ فين الزفت ده؟ انتي بتقولي ايه؟ فين الزفت ده؟ لو سمحت. للأسف لازم نواجه شوية، لازم انتي كمان تتعالجي. مش هينفع. ليه ما قلتيش ان هو كان بياخدك بالليل وكان... اسكتي اسكتي، بطلي تتكلمي. اهدي، اسكتي اسكتي. لو سمح لي ما قلتيش ان هو كان بياخدك، ما كانش بياخدني في حته. ليه ما قلتيش ان هو كان بياخدك وكان بيعمل... اسكتي اسكتي لو سمحت، خليها تسكت. لو سمحت خليها تسكت لو سمحت. وكان يقلعني هدومي وبعديها كان بيحصل... انت كويسة؟ ايوه الحمد لله انا كويسة، بس كان حار كده وعرفت اطلع. متقلقش عليا، انا كويسة. انت عامل ايه؟ الحمد لله انا كويس يا رب دايما. انا بس عايز اروح اطمنه عشان محدش يقلق عليا. لا 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 لا، معاذ مش هيسيبك. انا ما اعرفش هو هيعمل ايه. بلاش الجو ده، مش هيقدر ان هو يعمل حاجة. صدقني كل حاجة هتبقى كويسة. انا خايف اوي يا رهف. خايف ليه؟ انا مش فاهم، ما اعرفش. انا بجد تعبت من المكان هنا. انا عايز امشي. النهارده انا قدرت اواجه كل مخاوفك. قدرت اواجه كل حاجه كانت مخوفاني ومقيداني. اول مره اقول الموضوع ده بصوت عالي، بس انا لما كنت صغيره في الملجأ كان في حد كان بيتحرش بيا وبس يعني. بس ما تقلقيش، ان شاء الله كله هيبقى خير. بس انتي ليه ما قلتيش حاجه زي كده؟ ما كنتش عارفه اقول، ما كنتش قايل حاجه زي كده بيني وبين نفسي اصلا. ما تقلقيش يا رهف، كل حاجه هتبقى تمام صدقيني. يا رب يا رب كل حاجه تبقى تمام فعلا. ان شاء الله خير. طب ايه بقى الكآبه دي؟ ما اعرفش.